في الفيديو ده هنعمل مع بعض توزيعات للعيد بأفكار كتير. يلا بينا نشوف هنعملهم ازاي. قبل ما نبدأ أتمنى تدعموني وتشتركوا في القناة علشان نوصل مع بعض ل1000 مشترك بإذن الله، وما تنسوش تعملوا شير ولايك علشان الفيديو يوصل لناس تانية كتير. كل سنة وانتم طيبين وبخير يا رب. الفكرة دي حلوة وبسيطة قوي. جبت كوباية بلاستيك وهاخد واحدة من ورق الكب كيك ده وهحطها جوه الكوباية، وبعدين هنحط التوزيعات. وعشان اقفلها هستخدم ورق كانسون واي نوع ورق هينفع برضو. هحط شمعة على حرف الكوباية وهلزق عليها الورقة. بعد كده هقص الزيادة بتاعة الورق. انا طبعت الصورة دي استيكرات للعيد، انا جبتها من برنامج بنترست. هاخد واحدة منهم وهفرغها وهلزقها على الكوباية. ممكن تلزقوا الاستيكر على الورقة من فوق، بس انا حبيت الزقها على الكوباية. وبس كده بقت جاهزة. الفكرة دي سهلة جدا هتعجبك. انا قصيت دايرة من ورق الكانسون واي نوع ورق هينفع برضو. هطبق الورقة بالنص كده، وبعدين هطبق الجوانب بالشكل ده. بعد كده هدخل الجوانب اللي انا طبقتها دي جوه كده. وقصيت شريطين من نفس الورق علشان اعمل بيهم اليد، وهلزقهم بالشمع. ممكن تلزقوا بدبل فيس او صمغ. وهحط الاستيكر ده في النص كده. وعملت الفيونكة دي من الستان ولزقتها على الجنب. زينوا زي ما تحبوا. بس كده هي خلصت. حطوا بقى فيها التوزيعات اللي تحبوها. شنطة سهلة وبسيطة مش هتاخد معاكم وقت خالص. توزيعات ستيتش وميكي دول كيوت قوي هيعجبوكم. اول حاجة انا طبعت الورقة دي جبتها من بنترست. بيكون في اشكال كرتون كتير جدا، اختاروا اللي انتوا تحبوه. بعد كده هفرغ الصور بالمقص. ده كده شكلهم بعد ما فرغتهم، وطبعت كمان شكل ميكي وفرغته زيهم. كده بقوا جاهزين. هنحتاج بقى عصيان خافض والتوزيعات اللي احنا هنلزقها عليهم. هلزق التوزيعات عليهم بالشمع. الافضل وانتوا بتلزقوا حطوا الشمع على الورقة مش على التوزيعات زي ما انا عملت. بعد كده هحط شمع على عصاية الخافض وهثبت الصورة عليها. وللتزيين هلزق الفيونكة دي، وممكن تسيبوها كده، هي كده كده جميلة. هكمل بقى التانيين زيها بالظبط. وبس كده خلصنا. شكلهم جميل ومبهج قوي. جربوها بالكرتون اللي تحبوه قولولي رأيكم. التوزيعة دي من اسهل وابسط التوزيعات اللي ممكن تعملوها. هنجيب كوباية ورق وهطبق الاحرف بتاعتها كده على بعض، وهقص الجزء اللي فوق ده. بعد كده هتني احرف الكوباية على بعض بالشكل ده، وهفتحها وهحط فيها التوزيعات. بعدين هحط فيها اليد وهطبقها، وبالدباسة هقفلها من الأجناب. وهلزق عليها الاستيكر ده. والفيونكة دي هحطها في النص كده. وبس كده خلاص بقت جاهزة. فكرة سهلة وبسيطة مش هتاخد معاكم وقت. لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد هعمله بإذن الله.